سلام ومرحبا بكم في بودكاست مرايتي. أنا فاطمة وكنشارك معكم النظرة ديالي لجوانب مختلفة في الحياة، لأنه بنظرة صغيرة وصادقة في مراية أفكارنا نقدروا نحلوا باب تغيير كبير. غراسي وما قال ليا بلا شك غتكون حتى انت قلتي ولا سمعتي هاد الجملة بزاف بحالي، ولكن ماشي ديما كنوقفوا ونسولوا راسنا شكون كيقول، شكون كيسمع، كيفاش هذا اللي كيقول كيهضر اصلا، وكيفاش كنسمعوه وكنغياجيو معاه. صراحه هاد الاسئله دوخوني وبديت كنحاول نفهم ونقلب على اجوبه ديال هاد البروسيس اللي كيدوز اوتوماتيكمون بلا ما نوقفوا عليه في كل مره، واللي هو جزء من الكيان البشري وكنعيشوه كل لحظه، ويمكن مني كنا مازال في رحم الامهات ديالنا. فوقفت باش نعرف شكون هو الدماغ اللي كنهضروا عليه في الاصل، واللي اكتشفت انه خاصنا ضروري نفرقوا ما بين الجزء المادي الملموس اللي هو الدماغ والجزء الغير ملموس اللي هو العقل. يعني انه العقل ديالنا ماشي هو الدماغ ديالنا. فالدماغ هو جزء مهم من الجسم اللي عنده 3 ديال الادوار اساسيه. اولا هو مركز ديال معالجه الافكار والمعلومات اللي كيوصلوا عن طريق الحواس. ثانيا كيقوم بعمليه التخزين. وثالثا كيستعمل المعلومات وكيعطي الاوامر للجسم باش يغياجي او يقوم بالوظائف ديالو. اما العقل فعندنا العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي هو الجزء اللي كنكونوا حاضرين به دابا، كنفكروا به، كنقرروا به وكنخطوا به. والعقل اللاواعي اي العقل الباطن هو الخزان الكبير اللي كيتجمعوا فيه التجارب، العادات، الذكريات والمشاعر اللي ماشي ديما كنكونوا واعيين ليها، وهي اللي كتأثر على ردود الافعال التلقائيه ديالنا. فبكل بساطه الدماغ هو الاداه او الآلة اللي كتاخذ المعلومات على شكل افكار وحواس من العقل الواعي، وتقدر سواء ترجمها مباشره لافعال ومشاعر عن طريق الجسم، او لا تخزنها في العقل اللاواعي باش تستعملها من بعد. وباش نزيد نبسط كيعجبني نعطي مثال، وغادي نعطيو مثال بالطبيعه. فتخيلوا معايا انه عندنا الفلاح اللي غادي يمثل لنا الدماغ، وكاين المحيط ديالو اللي هما الادوات اللي عنده في الواقع وكيشوفهم قدامه اللي غيمثلوا لنا العقل الواعي. وعنده واحد الارض كبيره اللي غادي تمثل لنا العقل اللاواعي. فهاد الفلاح كيستغل هذوك الادوات في الحقل ديالو اللي هو واحد لاسباس كبير وكومبلكس، وفيه بزاف ديال الطبقات تكونوا عام ورا عام، وفيه بزاف ديال البلايص اللي فيهم شجر كبير وكيعطيو الغله والخضره والفواكه، وحداهم الخضوره تبارك الله، وبلايص فيهم الحجر والصعيب يتحركوا، حجر كبير وحجر صغير، وبلايص فيهم نباتات مسمومين، وبلايص هو اللي زرعهم، وبلايص ناس اخرين اللي دازوا حداهم اللي زرعوهم خلاوهم ليه والديه خوتو الناس اللي دازوا في حياته المربيين ديالو. فهاد الفلاح عنده الاختيار، يا اما يعيش بهذيك الارض ديالو كيف ما هي، كيف ما لقاها وكيف ما جابتها الايام والظروف، يعيش على شجر اللي خلاو ليه والديه والناس اللي دازوا في حياته والناس اللي معاه دابا، ويخليها على الظروف. جات شي شتا مرحبا، جات شي نبته لاحها شي واحد عنده مرحبا، يلوح فيها غير داكشي نيت اللي كياكل. فإلا دار هادشي غادي تبقى حياته كما هي، غيبقى عنده نفس الواقع وغادي يبقى ياكل نفس الغله، ما غتبدل حتى شي حاجه. اولا عنده الاختيار الثاني انه ينوض ويهز الادوات اللي عنده في المحيط ديالو ويتمشى في الارض ديالو، تكون عنده الشجاعه يعرفها ويقلب كل بلاصه علاش فيها هادي وعلاش فيها هادي، ويفهم علاش كاينه الخضوره هنايا وعلاش ما نايضه حتى حاجه هنايا، علاش كاينين نباتات مسمومين هنايا وعلاش تكون ليه الحجر في هذه البلاصه، ويحفر هذوك الحجرات ويقلب فيهم ويشوف شنو كاين بيناتهم ويحيد الحوايج اللي ما بقاوش نافعينه.
ويزيد يسقيها ويقلب على دي نوفيل تكنيك وعلى الاسمده المناسبه والمناسبه لكل فصل، وكل فصل من حياته شنو خصو يدير فيه، والكتوبه ولي فورماسيون اللي خصو يدير، ويستغل الواقع والمحيط ديالو باش يبدل الارض ديالو، وبالتالي يبدل النتيجه والواقع اللي كيعيشو. وغادي نسالي هاد الحلقه بالايه القرانيه اللي كتقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فإلا كان التغيير بيدينا، نخليكم تفكروا معايا، اشنو اللي مخلي كل فلاح فينا ما قادش يبدا التغيير اللي غادي يبدل الواقع ديالو؟